السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا. في الحلقة السابقة تعرفنا على إعلان تأمين قناة السويس والأسباب التي دفعت بريطانيا، فرنسا وإسرائيل للهجوم على مصر. اليوم سنتعرف على كيفية مقاومة المصريين لهذا العدوان الثلاثي الشرس. كيف تمكنت مصر من الصمود أمام قوى كبرى؟ نخش في موضوع حلقتنا ونتعرف على القصة الكاملة. التعبئة العامة والروح الوطنية. مع بدء الهجوم الثلاثي في 29 أكتوبر 1956 استجاب المصريون بسرعة للدعوة العامة للدفاع عن الوطن. الرئيس جمال عبد الناصر ألقى خطاباً مؤثراً دعا فيه الشعب المصري للوقوف صفاً واحداً ضد العدوان. هذا الخطاب زاد من الروح الوطنية ووحد المصريين في مواجهة العدو. الخطاب كان مليئاً بالتحدي والعزيمة، حيث قال عبد الناصر: سنقاتل ولن نستسلم، سنحافظ على كرامتنا وسيادتنا. هذه الكلمات أشعلت الحماس في نفوس المصريين ودفعهم للدفاع عن وطنهم بكل ما أوتوا من قوة. تم تنظيم لجان شعبية في مختلف المدن المصرية للمساعدة في جهود الدفاع. تلك اللجان كانت تضم مواطنين من جميع الفئات، من الطلاب والعمال إلى الفلاحين والتجار. الجميع كان يشارك بفاعلية في تقديم المساعدات اللوجستية والطبية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمقاتلين على الجبهات. المقاومة الشعبية في مدن القناة، الإسماعيلية، السويس وبورسعيد قام السكان بتنظيم مقاومة شعبية شجاعة. مدنيون غير مدربين انضموا إلى قوات الجيش والشرطة في القتال ضد القوات الغازية. النساء والرجال والأطفال كانوا جميعاً يشاركون في الدفاع عن مدنهم، حتى أن الأطفال كانوا يساهمون في نقل الرسائل والتموين. في بورسعيد على سبيل المثال تحولت المدينة إلى معقل للمقاومة. السكان قاموا ببناء المتاريس واستخدموا كل ما لديهم من موارد لمقاومة العدو. هذه المدينة أصبحت رمزاً للصمود والتحدي ضد الاحتلال. التكتيكات العسكرية للجيش المصري. الجيش المصري استخدم تكتيكات حرب العصابات لمواجهة القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية. تلك التكتيكات كانت تعتمد على سرعة الحركة والضربات المباغتة. في سيناء قامت القوات المصرية بتنفيذ عمليات تخريبية ضد خطوط الإمداد الإسرائيلية، مما أضعف تقدمهم. قوات الصاعقة المصرية لعبت دورا بارزا في تلك العمليات، حيث كانت تنفذ هجمات ليلية مفاجئة على مواقع العدو، مستغلة معرفتها الجيدة بالتضاريس المحلية. من أهم التكتيكات التي استخدمها الجيش المصري التكتيك الليلي، استغلال الظلام لشن هجمات مفاجئة على معسكرات العدو ومواقعهم الاستراتيجية، مما أربك القوات الغازية وأجبرها على اتخاذ وضعيات دفاعية. التخريب، تدمير خطوط السكك الحديدية والجسور وخزانات الوقود لقطع إمدادات العدو وتدمير وسائل النقل الخاصة بهم. الكمائن، نصب كمائن على الطرق الرئيسية لتعطيل تحركات العدو وإلحاق أكبر قدر من الخسائر في صفوفه. التنسيق مع السكان المحليين، استغلال المعرفة المحلية للأرض والطرق لتنفيذ هجمات مباغتة وتأمين تحركات القوات المصرية. الموقف الدولي. دور المجتمع الدولي كان حاسماً في وقف العدوان. الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية تدخلتا دبلوماسياً لوقف العدوان الثلاثي. الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور ضغط على بريطانيا وفرنسا وإسرائيل للانسحاب من مصر، مهدداً باتخاذ إجراءات اقتصادية ضدها. الاتحاد السوفيتي بقيادة نيكيتا خروتشوف هدد بالتدخل العسكري إذا لم تتوقف العمليات العسكرية ضد مصر. هذا التهديد أجبر القوى المعتدية على إعادة النظر في موقفها وسرعة من قرار الانسحاب. تلقت مصر دعماً كبيراً من الدول العربية ودول العالم الثالث. هذا الدعم تضمن تزويد مصر بالمساعدات الإنسانية والأسلحة. الدول العربية أبدت تضامنها الكامل مع مصر، مما عزز موقفها الدولي. الدول الأفريقية والآسيوية أعربت عن دعمها لمصر في الأمم المتحدة، مما أدى إلى تشكيل جبهة دولية معارضة للعدوان. هذا الضغط الدولي ساهم في تسريع انسحاب القوات المعتدية. النتائج والانتصار المصري. بفضل المقاومة الشعبية والدعم الدولي، أجبرت مصر القوى الغازية على الانسحاب. في 23 ديسمبر 1956 خرجت آخر القوات البريطانية والفرنسية من بورسعيد. هذا الانتصار عزز مكانة جمال عبد الناصر كزعيم قومي، وأثبت قدرة المصريين على الدفاع عن وطنهم.
الانسحاب تم تحت إشراف الأمم المتحدة التي أرسلت قوات حفظ سلام لضمان عدم تجدد القتال وتأمين الانسحاب الكامل للقوات المعتدية. المقاومة المصرية أسفرت عن استعادة السيطرة الكاملة على قناة السويس التي أصبحت رمزاً للسيادة الوطنية والكرامة. نجاح مصر في مواجهة العدوان عزز من الوحدة الوطنية وزاد من ثقة المصريين في قدرتهم على مواجهة التحديات الكبرى. هذا الانتصار أظهر للعالم أن الشعوب يمكنها مقاومة الاحتلال والقوى الاستعمارية مهما كانت قوية، مما ألهم حركات التحرر الوطني في العديد من البلدان الأخرى. على الصعيد السياسي، أدى النجاح المصري إلى تعزيز علاقات مصر الدولية، حيث نالت مصر احترام وتقدير العديد من الدول. وبهذا نكون قد تعرفنا على كيفية مقاومة المصريين للعدوان الثلاثي وصمودهم أمام قوى كبرى. في الحلقة القادمة سنتناول تأثير هذا الانتصار على مصر والمنطقة بأكملها. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشاركونا آراءكم في التعليقات. ما هو أبرز شيء تعتقدون أنه ساهم في صمود المصريين؟ قولوا في التعليقات.